ديالي. السلام عليكم، صافاش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى هاد لا فيديو هادي تلقاكم في احسن الظروف والاحوال، وكيف العاده كيف ديما كنرحب بكم جميع في قناتي، قناه انا مشان وصفات واراء تجميليه. كنرحب بالبنات اللي مشتركات معايا من قبل في القناه، وكنرحب حتى بالبنات الجداد، وتنقول لهم الا عجبتكم لا فيديو فعلاش لا حتى نتوما تشتركوا معنا وتفعلوا زر الجرس باش تبقاو توصلوا باي جديد ان شاء الله. الوغ الغزالات ديالي، اليوم بغيت نشارك معكم هاد الوصفه هادي ديال الشعر الاكثر من رائعه، اللي انا شخصيا عطاتني نتائج مبهره، وقلت علاش لا نشاركها مع البنات. وصفه اللي المكونات ديالها جد بساط ومتوفرين في كل بيت. هاد الوصفه البنات كنت عرفتها من خلال هذاك الدكتور المصري، الى عقلت على السميه ديالو، احمد سعيد حسن، اللي كيهضر بزاف على الشوكه اللي كتحفز الدوره الدمويه وكتنقص الشيب الى غير ذلك. وكانت شي بنت سولته على شي وصفه للشعر، وعطاها هاد الوصفه وقال لها راه كيراتين طبيعي، مبروك عليك هاد الوصفه. قال لها جربيها، راها وصفه اللي هي رائعه. فوالا البنات. وانا مؤخرا الشعر ديالي ولا حالته، كنت كنفكر باش نمشي نعاود ندير كيغاتين اولا بروتيين اولا، وكنت جالسه وانا نقول اجي نحاول نجرب هذيك الوصفه ديال هذاك الدكتور المصري. ودخلت بقيت كنقلب في تيك توك في يوتيوب، ولقيت كاينين الناس اللي مجربينها وحتى هما عطاتهم نتائج زوينه، وقلت علاش لا حتى انا نجربها بطريقتي، لان كل واحد كيبقى المكون الرئيسي البنات كيف كتشوفوا هنايا هو نشا، ولكن كيبقى كل واحد باش كيخلطوا، فانا غادي نوريكم باش خلطته. فوالا البنات، المكونات ديال الوصفه هما النشا، معروفه عندنا في المغرب مايزينا. انا مره كناخذ مايزينا، مره كناخذ هذا مايفين، المهم كيبقى هذا الاسم التجاري، ولكن راه كاينه مايزينا اللي كتباع غير عبار. فوالا البنات، هي راه كتكون بحال هكا، بحال الدقيق. ها هي شويه منها درتو هنايا باش نوريه لكم. راه الا مشيتوا للحانوت وقلتوا ليه يعطيكم النشا، راه كتلقاوه متوفر كاع عند كاع الناس اللي كيبيعوا المواد الغذائيه. فوالا البنات، المكون الثاني هو هذا الزيت اللي غنخلط به. هذا الزيت البنات راه انا فيت شاركته معكم في القناه. هذا الزيت كنصوبو بوحدي في الدار، كناخذ زريعه الكتان وجنجلان، كنطحنهم وكنخوي عليهم الزيت. البنات اللي كانوا معايا في القناه من شحال هادي، راه كنت شاركت معكم كيفاش كنصوبو. كنت كنصوبو بزيت العود، ولكن مؤخرا كنسمع بان زيت العود فيه الملوحه وكيقدر ياثر شويه على الشعر، فهاد المره الاخيره خلطته غير بالزيت الروميه. كنمشي البنات عند العطار كنقول ليه عطيني 10 دراهم خلطه بين زريعه الكتان وجنجلان، وطحنهم ليا بلا تنقيه، لان ماشي غادي ناكلوهم، غنديروهم غير الشعر ديالنا. صافي كيخلطهم كيطحنهم ليا، كنجيبهم كنخوي عليهم الزيت. هاد البنات راه ماشي 10 دراهم كامله، راه غير النصف ديال الكميه. صافي وكتخليوه هكا في شي قريعه، وكتبقاو مره البنات كتخلطوه بحال هكا حتى كدوز واحد المده ديال 3 ايام 4 ايام اولا حتى سيمانه. عاد كيوجد، كتبقاو كل مره كتحركوا حتى الاخير ملي كتبغيو تخدموا به. صافي كتعرفوا راسكم داز ديك 3 ايام ولا 4 ايام، اولا الا كنتو ما غتحتاجوش تدوا السيمانه فمن الاحسن باش دوك المكونات كيطلقوا مزيان في الزيت. صافي كيتصفى، المكونات كيهبطوا لتحت والزيت كيطلع الفوق. وهذاك الزيت البنات سواء كديروه هو بوحدو الشعر ديالكم قبل من تدوشو، كتخليوه واحد نص ساعه حتى ساعه وكدوشو، اولا كيبقى عندكم كتخلطوا به وصفات اللي كتبغيو ديروا هكا للشعر ديالكم. فانا البنات استعملته في هذه الوصفه هذه اللي خديت فيها نشا، خديت 3 المعالق ديال، كتبقى الوصفه على حسب الطول ديال الشعر ديالكم. انا خديت 3 المعالق ديال النشا، ودرتهم فوق البوطه على نار مهيله مع كاس ديال الماء كبير، كاس ديال العنبه اولا كبر منه شي شويه على حسب الطول. الا كان الشعر ديالكم طويل فديروا كاس ونص وديروا 4 المعالق، كان الشعر ديالكم قصير ديروا كاس وديروا فيه 3 المعالق باش يجي شي شويه عاقد. فوالا، وملي كيوجد البنات كتخلطوه بهذا الزيت هادي. المهم نتوما عينكم ميزانكم، انا غادي نوريكم النتيجه كيفاش كانت. فوالا البنات، هو هذا ملي وجد، هانتوما كتشوفوا معايا هنايا. هذا البنات راه انا درت منه وشاط ليا،
وخليته حتى تنعاود نديرو مره اخرى. فوالا شوفوا كيفاش كيكون كتعقاد مايزينا، وفاش كتخويو عليها الزيت كتعطيكم هاد الشكل هذا صافي. كتبداو تاخذوا هكا الشعر ديالكم خصله كديروا هاد الخليط هذا، وكتبقاو كتهبطوه هكا بحال كتجبدوا الشعر ديالكم بحال ملي كتبغيو ديروا الديفريزاج حتى كتغطيو الشعر ديالكم بالكامل صافي. وكتجمعوها البنات وكتخليوه مده نص ساعه الى ساعه تقريبا قبل ما تدخلوا للدوش. انا البنات صراحه ما كانش الوقت كيسمح انني ندخل للدوش مورا نص ساعه من بعد ما درت الوصفه، فبقات في الشعر ديالي عليا ساعتين. ولكن الصراحه البنات راه النتائج ديالها واو، نتائج رائعه. الشعر كيولي حرير بحال، صدقوني والله العظيم الا بحال اللي دايرين الكيغاتين. عرفتوا تصدمت البنات في الشعر ديالي، كان مؤخرا حالته ولا كيف ما كنقولوا حنا بالدارجه ديالنا مشواك بحال مقرد، لان كثرت عليه شويه لان انا من عشاق اللون الاسود وكنبقى نصبغ الشعر ديالي بزاف بالاسود. كثرت عليه الصباغه والسشوار وهذا وشي شويه تضرر. فهاد الوصفه هذه البنات والله العظيم الا صدماتني. كنت كنفكر مؤخرا نمشي ندير الكيغاتين اولا نمشي للصالون ديال البروتيين، ولكن ملي درت هاد الوصفه عطاتني نتائج زوينه. فمن اليوم ان شاء الله ما غاديش نبقى نستغنى عليها، غنولي فين ما نبغي ندخل الدوش نديرها، وغير مره في السيمانه. الا عاودت الدوش او لا ما غاديش نديرها هي غير مره في السيمانه، لان دابا مع الصيف راه بخاص كندوشو شاك جوغ. ما غنديروهاش بيان سور في كل مره غنبغيو ندخلوا للدوش، ولكن غنديروها مره في السيمانه ملي نبغيو نديرو التدويشه الكبيره نحكو او لا نديرو هاد الوصفه هذه. صراحه البنات وصفه هائله، كيف قلت لكم النتائج ديالها زوينه بزاف، مكونات بساط. فحاولوا حتى نتوما تجربوها ومع المداومه عليها. الا سورتو الا درتوها بهذا الزيت هذا اللي قلت لكم انا اللي فيه زريعه الكتان والزنجلان، لان كنعرفوا عندهم فوائد عديده من غير انهم كيرطبوا. فمع المداومه راه غادي يقوي لكم الشعر وغيطولوه الى غير ذلك. ولكن النتائج الفوريه هي ترطيب خيالي البنات. الصراحه وصفه رائعه رائعه رائعه، انا ما بقيتش غنستغنى عليها نهائيا. حاولوا حتى نتوما ان شاء الله تجربوها وردوا عليا في التعاليق كيف كانت حتى نتوما النتيجه. فوالا البنات، كانت هذه هي الفيديو ديال اليوم. كنتمنى نكون فتكم، والى فيديو قادم ان شاء الله. بسلامه عليكم، خليت لكم الراحه.